واش عارف شنو الفرق بين تاجر كيربح الملايين وتاجر كيتخبط غير مع المصاريف؟ التاجر ماشي هو شحال كيبيع، التاجر هو بشحال كيشري السلعه. التفاوض في السوق المغربي ماشي هو الغوات والتشطار الخاوي، التفاوض هو الشطرنج. خاصك تعرف كيفاش تلعبوه في التجاره. اليوم غادي نعلمك كيفاش تجيب احسن ثمن من عند المورد وتخليه هو اللي كيعيط لك نهار تدخل السلعه اللي كتكون همزه. اسمع مزيان حيت هاد الهضره ما غايقولوها لكش الحريفيه. القاعده الاولى، ما تبينش اللهفه ديالك للسلعه. اول غلط كيديروه الدراري كيدخل عند المورد وكيبدا يمدح في السلعه. تبارك الله هاد السلعه زينه، هاد السلعه هي اللي غتمشى ليا. حبس النهار كتوريه باللي السلعه عجباتك راه عطيتيه السوارت وغايقول الثمن اللي بغا. النصيحه من عندي خليك بارد، هضر على السوق، هضر على المنافسه وبين ليه باللي عندك بزاف ديال الخيارات وبزاف كيبيعوا هاد السلعه. المورد ملي كيحس باللي السلعه عاديه عندك كيبدا هو يقلب كيفاش يقنعك بالثمن. القاعده الثانيه هي قوه ديال الكاش او الكميه اللي غتاخذ. المورد بصفه عامه في المغرب كيبغي جوج حوايج، هو تخلصو كاش في البلاصه او تهنيه من ديك الكميه كامله ديال ديك السلعه. الا بغيتي طيح الثمن ما تمشيش تسول على شحال داير الكيلو، ديما سول شحال داير القنطار 100 كيلو. الا خلصتك دابا كاش شحال تحسب لي السلعه؟ حيت هاد الكلمات هادو ديال الخلاص دابا هي الساروت اللي كيهبط الثمن الارض. والمورد كيهمو السيوله اكثر ما كيهمو الربح الكبير في البيعه وحده، يعني يبيع بزاف وبثمن ناقص وتخلصوا في البلاصه. وريه باللي انت كليان ديال الدوام وماشي ديال مراوفين باش يزعم معاك وحتى الثمن يطيح لك على السوق. القاعده الثالثه، ربح وربحوا معاك. اخطر حاجه هي تخرج المورد خاسر. الا عصبتيه في الثمن وكنتي كطيح بزاف، المره الجايه غيعطيك سلعه عيانه او غيخبي عليك السلعه اللي كتكون همزه، ما غيعيط لكش كاع نتايا. الخطه اللي دير معاه هي طلب امتيازات اخرى. مثلا الا الثمن حبس يعني ما بغاش يزيد ينقص، قول له صافي ماشي مشكل، واخا الثمن راه قاصح ولكن غتاخذ عليا وتعاوني شي شويه في المصاريف ديال التوصيل او الترونسبور، او غتعطيني واحد الاجال في الخلاص، يعني يعطيك واحد المده باش تخلص ديك السلعه. هكذا انت كتحس باللي راك ربحتي وهو كيحس باللي راه ما هلكتيش ليه السلعه ديالو وما طيحتيلوش الثمن بزاف. في الختام غنقول لك باللي التفاوض راه مهاره، والمهاره كتجيب الممارسه. وما تحشمش، جرب وطبق هاد القواعد في اول شريه ليك. وقولوا لي في التعاليق شنو هو اصعب موقف طحتوا فيه مع شي مورد، واش قدرتوا تطيحوا الثمن ولا غلبكم هو. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي كيحشموا يتشطروا، وتابعوا قناه بيزورا باش ديما يوصلكم الجديد ديال البيزنس. كان معكم خوكم بيزورا، اللهم يسر للجميع.